بصراحة يا جماعة فكرة جميلة جدا، خلينا نشوف اعملها ازاي ويلا بينا على الفيديو. طبعا جبت ورق كرومب زي ما انتم شايفينه ومتورق كويس جدا وكان مغسول. وطبعا ده اللي انا هشتغل بيه النهاردة. جبت طبعا ربطة خضرة، كزبرة، وطبعا العصب بتاعها مش هرميه. عارفين يا جماعة الاكلة ديت انا كنت معزوم عند ناس كده، فحب ان هم يوجبوا معايا، فعملوا لي الاكله ديت وقالوا لي ان انا اعرضها على اعملها واعرضها على الناس. فبصراحه هي الفكره عجباني ومش عجباني انا، بس انا جربتها لانها بصراحه كانت حلوه قوي وعجبتني جدا. بس طبعا في ناس ممكن ما يعجبهاش الفكره، فيقول لك يا عم لا انا هعملها محشي وخلاص. طبعا دي الخضره بعد ما فرمتها، وعندي طبعا رز مغسول مش منقوع. في فرق طبعا. طبعا يا جماعه، وده صوص طماطم اللي هو لازم يكون بارد، ما يبقاش سخن قوي، يبقى بارد لانه كده كده يتعرض للغليان، بس حاجه بسيطه خالص. وعندي طبعا بصلايه وقرن فلفل حامي. البصلايه طبعا هبدا ان انا اقطعها بالشكل دوت مفروم. هي الفكره بصراحه يا جماعه حلوه قوي، بس نصيحه مني لو عايز تعملها اعملها على صاج وتخليها مثلا طبقه واحده او طبقتين، ما تعملش اكتر من كده. حاول ان انت تخلي الكرنب مش مستوي قوي ولا ني برضه، يعني خليه بين البنين. طبعا ادي خلصت البصل والفلفل، ابدا ان انا احط التوابل بتاعتي. جبت معلقه ملح او الملح حسب الرغبه، ومرقه دجاج، وكزبره وكمون، ويا سلام بقى لو في معلقه كده 7 بهارات او جنزبيل بسيط خالص، وربع معلقه قرفه باودر. وبدات اقلب ده كله امكسه مع بعض. وبعد ما مكسته نسيت احط الفلفل الاسود ورجعت حطيته طبعا، بتاع حوالي نص معلقه فلفل اسود. هيظبط الكلام شويه. طبعا بعد ما حطيت ده كله بدات ان انا اقلبه بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. بدات طبعا اجيب حله عندي ان انا اقدر ان انا اللي هسلق فيها الكرنب، كاني بعمل بالظبط يا جماعه حله محشي كرنب اللي هو الصوابع عادي. وبدات بالفعل ان انا انزل بالكرنب بالطريقه اللي انتوا شايفينها ديت، وابدا ان انا اخلي الكرنب ان هو يغطس كده ويبقى فيه نص سلقه في الميه، ما يبقاش مستوي قوي ولا ني قوي بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. وبدات انا احطه في التلاجة يبرد على ما ابدا ان انا اجهز الحاجه بتاعه الفرسه او بتاعه المحشي. طبعا حطيت بصل خليته يتسبك قوي يبقى لونه مصفر شويه. بدأت أنزل طبعا بعد ما خلاص بدأت أنزل بالورقة اللورا والتوابل. أهم حاجة عندي يا جماعة إن التوابل تلمس النار تلمس الزيت عشان تدي صوص أحلى. بعد تنزل عليها الصوص، بعد كده تنزل الصوص بقى عادي. بدأت بالفعل أنزل بصوص الطماطم زي ما انتوا شايفين كده. وبعد كده نزلت بمعلقة هريسة، وبعد كده نزلت بالخضرة، وبعد كده نزلت بالرز. عشان يا جماعة نصيحة مني ما تخليش الحاجة دي تستوي قوي. يا دوبك تخليها بس ان هي يا دوبك تاخد غلوة وتقلب وتطلع، عكس المحشي العادي. عشان طبعا ده كله هيتحط طبقات، لازم يبقى كله واخد نفس السواء او نفس درجة التسوية. الفكرة كانت جميلة قوي والست عجبتني الفكرة، بس نصيحة مني انك انت تحط الفكرة دي تعملها في صاج طويل او في صينية كبيرة عشان تقدر انت تقطعها وتريحك في حاجات كتير جدا. طبعا انا جبت الحله اللي انا هحط فيها، جبت عيدان الكزبره والبقدونس اللي انا كنت هحطهم في الفرشه. بدات انا احطها في الحله واركنها على ما ابدا اقطع الكرنب بتاعي. بدات اشيل، جبت الكرنب من التلاجة وبدات انا اشيل منه العصب او العروق بتاعته اللي هي بتاعه الكرنب، عشان دي هتبقى صعبه اوي في التسويه. زي كاني بالظبط برضو بعمل محشي كرنب وصوابع عادي. بعد ما خلصت ده كله بدأت احط العصب او الجذور او ايا كان ما بتسموها العروق في الحلة، وبدأت ان انا ابدأ ان انا احط في الحلة بالشكل دوت. ابدأ ان انا ارص طبقة فوق طبقة واحط رز، طبقة فوق طبقة واحط رز بالشكل ده، كأني بعمل عادي جلاش وايا كان انتوا بتحبوا تسموه. حرفيا لو عملتها في صاج هتديك التست اللي انت عايزه، وهتديك حاجات تريح في حاجات كتير جدا، حتى في التقليب، حتى لو هتقلبها، حتى لو هتقطعها، حتى في حاجات كتير قوي هتدي تست حلو قوي وتعرف تتحكم بالتسوية بتاعتها. جبت طبعا قرن الفلفل وجزرايه نضيفه وحطيتهم على وش الحله عشان يكبسوا الكروب ما يخلوش ان هو يطلع لفوق. وبدات احط ميه لغايه ما اتاكدت ان الميه بدات تنزل في العمق تحت، بدات اهزها كده وتبقبق معايا من تحت لفوق. بدات احط طبعا معلقه فلفل ومعلقه كزبره ومعلقه ملح على حسب
الفكرة وورقة لورا عشان خاطر الفلفلاية والجزراية لو حد حب ياكلهم يتاكلوا عادي مش هيقولوا لا. غطيتها كويس يبقى نشوف هنقدمها. عارفين يا جماعة ده المحشي بعد ما عملته هنشوفه دلوقتي بقى عامل ازاي. جميل جدا. هنجربه ونشوف التست بتاعه عامل ازاي. قبل اي حاجة عايزين بس نشيل الجزراية ديت. طبعا الجزراية لسه ما استوتش تمام. فلفل استوى، كرنب كمان استوى، والرز كمان استوى. طبعا ديت الحلات اللي انتوا بتسموها بقى، انا قررت ان انا اعملها حاجه جديده يعني. بعد ما ظبطت هنقلبها دلوقتي، بس مش عارف اقلبها فين بصراحه. جبت عندي صينيه اهي، وان شاء الله هنحاول ان احنا نقلبها نشوفها من تحت عامله ازاي. شكل الخضار اللي تحت شعوط سنه، هو ده اللي مطلوب. كده مظبوط. عشان كده انا حطيت العروق بتاعت الكرنب عشان لو اتحرقت عادي، لكن ما تجيش ما تاثرش في الكرنبايه نفسها وانا بعملها. تمام. رهيبه. الكرنب ده ممكن ما ترموهوش، هو حلو اللي هو زي دي كده، ده ما اتحرقتش قوي يعني. هنركن بقى ديت على جنب كده. اول حاجه نشيل دوت. قبل اي حاجه ما تنسوش طبعا تدعموني على قناتي على اليوتيوب رامي سعد محجوب، وتقولوا رايكم في الفكره. هي بصراحه يعني عادي، انا شايفها ان هي فكره يعني الناس اللي هي عايزه تاكل محشي ومكسله تقور وتلف وكلام من ده. انا شايف ان دي فكره حلوه جدا. المحشي كمان بصوا عاملين ازاي، اصلا عامل ازاي. حتى الرز يعني بص، رز كمان مفلفل اهو. ادي الرز عشان متقولش ان هو عجن يعني. تمام. هنبدأ مثلا ان احنا بالشكل ده بالشكل ده. تمام. اهي جميلة. نطلعها حلوة أوي. هنطلع جزئية منها. يا سلام. اهي شايفين عاملة ازاي؟ تمام. حتى الرز بتاعه يعني بسم الله ما شاء الله رز جميل أوي. تمام. نشوف الرز. رز مستوي، كرنبايه كمان مستوية أوي يعني. حلو أوي، حلو أوي. أتمنى الفيديو يكون عجبكم. فعلا طعم رهيب جدا. هي الفكره ممكن ما تعجبش ناس، يقول لك لا يا عم انا اللي يخليني اعمل كده، لا انا اجيب كرنبايه واحشيها او اجيب محشي احسن. دي بتحل المحل دوت. الرز مستوي والكرنبايه مستويه، طعم جميل جدا. اشوفكم ان شاء الله بحلقه جديده على قناتي برضو يوتيوب رامي سعد محجوب. ان شاء الله اشوفكم حلقه جديده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تشاو. وده طبعا شكل الكرنب بعد ما قطعته وحطيته على طبق، تحس كده ان هو عامل زي الجلاش. اشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.